السلام عليكم، أهلا بكم أحبابي. عاملين إيه؟ أخباركم؟ النهاردة معايا فيديو إن شاء الله بإذن الله جديد هيستحوذ على إعجابكم. يا ريت يا ريت تكملوا معايا للآخر إن شاء الله بإذن الله هينال على إعجابكم. وإن استفدتي من الفيديو ما تنسيش تضغطي على اللايك، لأن اللايك مهم جدا جدا للقناة في البداية، بحيث إن هو يرفع منها في الاقتراحات وكده. أول حاجة نسمي بسم الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. النهاردة طبعا كان اللي هو اليوم اللي تاني يوم في اليوم اللي أنا عملت فيه الكيك بالليل. اليوم ده كان أنا بدأته بالفطار زي ما انتوا شايفين. عملت نسكافيه، كوباية نسكافيه باللبن، وجنبيها قطع من الكيك. الكيك ده حرفيا ممتاز ممتاز، عامل زي ما يكون جاتو كده. النسكافيه دلوقتي انا هعرض معاكم طريقة عملي لرغوة النسكافيه. شايفين الرغوة؟ بسم الله ما شاء الله عالية ازاي. رغوة كبيرة وعالية، ولو انت حبيتي تشكلوا فوقيها مثلا بالشوكولاتة او اي حاجة قابلة انك انت تعمل اللي هي الرسومات اللي هي القلب والحاجات اللي زي كده. المهم ايه، عملت كوباية النسكافيه بتاعتي واخدت كوباية الكيك وقعدت كده. قلت افطر وبعد كده اشوف ايه ورايا هعمله. طبعا الكيك ده انا هسيب لكم في شاشة النهاية، اللي ما شافش الفيديو ان شاء الله باذن الله يجربوا. يعني اكلة كده او حلو كده، حلو للاولاد. تعملوه لهم في وسط الاسبوع، تعملوه لهم يوم الخميس كده، يعني كتغيير كده للاولاد. طبعا انتوا شايفين شكل الكيك من جوه ابيض ازاي، وبسم الله ما شاء الله عليه. دلوقتي انا هشارككم بطريقتي لعمل النسكافيه. النسكافيه طبعا انا مش من محبين القهوه، او من اللي هم ايه، مدمنين القهوه وكده، والنسكافيه برضو. بس انا في الشتاء بضطر ان انا اجيب نسكافيه. انا في الصيف ما بشربش نسكافيه خالص. انا بضطر في الشتاء علشان المذاكره والشغل البيت وكده، فدماغي بتصدع جدا. فبضطر ان انا اشرب مثلا كوبايه تفوق معايا وكده. انا قبل كده استخدمت نسكافيه ابو عوف اللي هو الكلاسيك، ما عجبنيش خالص. يعني انا عجبني مصر كافيه جدا جدا. وطبعا الحكايه اذواق عن ابو عوف. اول حاجه طبعا البرطمان كله بتاع النسكافيه كبيته. كبيت بنفس البرطمان، يعني كان مليان الا ربع، يعني مش مليان كله، كان الا ربع. فمليت الا ربع سكر زيه. يعني على حجم النسكافيه، يعني لو البرطمان مليان معاكي للاخر يبقى هتملي السكر لاخر البرطمان. لقيتي الكميه اللي ناقص منها البرطمان من بودرة النسكافيه، هي اللي هتحطي نفس يعني نفس النسكافيه، نفس كمية هي السكر. انا كان عندي برطمان الا ربع، برطمان الا ربع سكر. بيبقى السكر بتاعه مظبوط جدا جدا جدا. والمية حطيت تلت البرطمان مية، تلت البرطمان مش نصه. هو المفترض نصه، بس انا بحطه تلته بيطلع معايا مظبوط، والرغوة معايا بتطلع ممتازة. لاخر معلقة في العلبة في الفريزر بتطلع معايا ممتازة جدا. ميه منين؟ ميه من الحنفيه، ولا ميه ساقعه ولا ميه سخنه، هي ميه من الحنفيه. وخلاص على كده بفضل اضرب فيه لحد ما لونه يفتح معايا ويبقى قوامه تجيل. بحطه في علبة واشيله معايا في الفريزر. ولما اجي اعمل بخرج اطلع من العلبة، يعني مقدار المعلقة اللي انا هعملها، الكوباية بتاخد معلقة. وافضل حاجة انك انت تعمليه بلبن، يعني افضل حاجة انك انت تعمليه بلبن. وبتنزلي عليه اللبن زي ما انتوا شفتيني، والرغوة بتاعته بتكون بسم الله ما شاء الله كده عليها. كده احنا هنعمل مع بعض لحد ما يمسك، وانت ركزي معايا. لما تشوفيه لونه فتح ومسك يبقى كده تمام. حابة اقول معاكم حاجة. انا عارفة ان القناة بتاعتي مش متشافة و... ويعني مش كتير بيشوفها. بس انا حسيت من الامانة وحبي للشخص اللي انا هتكلم عنه ده، ان انا اديه طاقة، او اديه طاقة ايجابية. ان هو يعني انا تجربة، انا عشت التجربة، فحابة ان انا يعني اقول له التجربة. طب انت بتتكلم مين؟ انا بتكلم عن اليوتيوبر اماني جمال. كلكم عرفتوا ان هي عملت حادث عربية، وحدث كسر مفتوح في ذراعها.
فقدت عظم وكده. طب انتي ايه مالك بالموضوع؟ انا حابة اقول لها ان شاء الله باذن الله هتتحسني. اصل يعني هي اليوتيوبر فعلا غالية عليا وانا بحبها. انا ما فيش معاملة شخصية بيني وبينها نهائيا طبعا، بس انا بتفرج عليها وبشوف فيديوهاتها. بقول لها اطمني ان شاء الله باذن الله محنه وهتعدي على خير. انا مثال لذلك، انا عملت حادث عربيه، بس انا كان الموضوع في رجلي اليمين. حصل معايا فقد عظم 5 سنتي، فقدت انسجه. دخلت مستشفى الجامعه، كانوا بيقولوا لي بتر لرجلي، ما كانوش بيقولوا ان يعني في حل ليها. بعد كده شاء الله ان جاله هيركب جهاز حديد. ركبوا لي جهاز حديد مختلف كده شويه. لحد ما ايه عملت عملية الترجيع، اللي هي ترجيع الجلد علشان الفقد اللي كان في الأنسجة وكده. وبعد كده علشان أعوض العظم الناقص ركبت جهاز ليزاروف. جهاز الليزاروف ده عوض معايا ال5 سنتي اللي كان فرق في العظم. يعني هو بص، أنا حابة أختصر معاكم الموضوع. هو الموضوع بيطول، وبتكون الأعصاب يعني تأثرت أكيد 1,000,000% بالموضوع دواتي. أنا عندي عصبين متأثرين بالموضوع ده. بس الحمد لله رجلي قادرة أمشي عليها. قادرة أخدم نفسي وأخدم أولادي. طبعا أنا بتعب وبريح وما عنديش الطاقة والمجهود اللي طبعا من غير اللي كانت رجلي في الوقت السابق. بس أنا أحمد ربنا ان انا قادرة ادخل الحمام لوحدي، قادرة اشوف طلبات بيتي وعيالي. فانا المهم ان ده كله مش انا، المهم ان انا اوصلها ان انا اديني تجربة قدامك. الحمد لله الحمد لله. اولا حطي يقينك كله في الله عز وجل. يكون عندك ثقة في الله عز وجل ان شاء الله بإذن الله بإذن الله هتقومي وهترجعي كويسة خالص، ودراعك هيتحسن مع الوقت. هو تجربة طويلة جدا، مليانة آلام، مليانة ضغط نفسي، مليانة حاجات كتيرة خالص. بس المحنة إن شاء الله بإذن الله هتعدي وهتتحسني. وكل الأيام دياتي هتفتكريها إن شاء الله هتطلعي منها بخير، مش هتطلع منها بشر. هتطلعي منها انك تستغربي من نفسك ازاي تحملت كمية الآلام. عفو ربنا كبير، يعني حاجة تعتبر منتهية، يحيي العظام وهي رميم. ف يعني انا بحاول ان انا اختصر طبعا الكلام. بس ان شاء الله بإذن الله انا مثال للتجربة قدامك. الحمد لله ربنا عفى عني. عندي مشاكل، ايوه عندي مشاكل، بس الحمد لله أنا بقدر أخدم بيتي وعيالي وأدخل الحمام النفسي وأقوم بأمور بيتي مع نفسي. هي تجربة طالت فعلا، أخدت معايا. أنا قعدت 9 شهور على السرير ما بتحركش طبعا عشان رجلي. أما هي يعني لو هي الحمد لله ما فيش لغير دراعها فهتقدر تتحرك وكده، برضه هيقلل معاها موضوع الاكتئاب والضغط النفسي وكل الكلام ده إن شاء الله بإذن الله. فيعني يحيي العظام وهي رميم، هي مجرد مراحل، وإن شاء الله بإذن الله هتتحسن. أنا طبعا الكلام ده قلت لي ومش عارفة إيه، وأنا مش بحكي أصلا. أنا ليا 1.5 سنة ديني على القناة بتاعتي، ما مش بحكي تفاصيل أي حاجة تخص، غير إن مثلا يقولكم رجلي تعبتني بتاع. ما بحكيش عن الحادث، بس أنا فعلا تعاطفت وعيطت حرفيا لما سمعت بالحادث بتاعها. فحبيت اقول لها انا عشت نفس التجربة، ما تخافيش ما تقلقيش. خلي الاول والاخير هتسمعي كلام كتير، سيبك من كل الكلام اللي هتسمعيه، ركزي بس مع ان ربنا ان شاء الله باذن الله هيحيي عظامك، وادعي كتير 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 لربنا، وان شاء الله ربنا هيعمل لك المعجزات. نرجع للفيديو بتاعنا. معلش انا حسيت ان هي رساله وحابه اوصلها. انا بعد ما فطرنا كده وعملت معاكم شاركت معاكم طريقه عمل رغوه النسكافيه. قلت هعمل غدا سريع للاولاد. انا بعمل تونه بالبيض. حلوة حلوة خالص جدا. انت طبعا هتستغربيها بس لما تجربيها فعلا يعني تستها حلو خالص وطعمها حلو، هتحسي انك انت ادمنتيها. انا هتقطعي طماطم حلقات هتقطعيه. الطماطم الشكل اللي انت هتريح اللي يريحك، يعني هتقطعيه مكعبات، هتقطعيه بالطول، هتقطعيها دواير على حسب ايه الطماطم ما تعمل معاك. هتحطي
زيت في جعر، زيت في الطاسة هيسخن، هتنزلي بالطماطم، هتجلبيها عن ناحيتين، الطماطم بتاعتك هتنزل المية بتاعتها. بعد كده انت في نفس الوقت ده بتكوني جايبة بصلاية كده بتقطعيها مكعبات، فلفل اخضر بتقطعيه مكعبات، مثلا لو انت حابة جرن فلفل حامي حطي، مش حابة خلاص. بعد كده التونة بتاعتك بتجيبي علبة التونة بتاعتك بتصفيها من الزيت اللي موجود فيها وبتضيفيه على البيض والبصل، وبعد كده على الفلفل والبصل، وبعد كده بتحطي علبة التونة وبتضيفي 4 بيضات، او 3 بيضات لو حجم البيضة كان كبير، بس انا حطيت 4 بيضات. وهتحطي فلفل اسود وهتحطي كمون وهتحطي كزبرة، يعني هم دول الاساسيات، وهتجلبيهم طبعا، هتضربيهم كده كويس مع بعضيهم، وهتنزلي على الطماطم. انا الطاسة بتاعتي يعني انتي هيتجلبوا معاكي جرص عادي، بس انا الطاسه بتاعتي بتلزج فما كانش هينفع يتجلبوا معايا جرص. وما تنسيش طبعا الملح، انا جبت سيره الملح. فانا ما اتجلبش معايا جرص، بس انا ايه جلبتهم عادي يعني زي كده، زي ايه، زي الشكشوكه كده اللي بتعمليها، بس الفرق ان هنا في تونه طعمها حلو خالص 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 فعلا، ادمان لما تعمليها. وبعد كده في الاخر ان شاء الله ايه هتجيبي جرب ما هي خلاص هتستوي، هتجيبي معلقة كبيرة من الجبنة الموتزاريلا وتحطيها كده على الوش، بتبقى تمام 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 يعني. وجبة سهلة جدا للغدا، او لو انت حباها للفطار او حباها للعشاء. انا هنا استخدمت تونة مفتتة، انت عايزة تستخدمي تونة قطع عادي، يعني بس ايه هتفتتيها الاول قبل ما تحطيها مع البصل والبيض وكده. انا استخدمت تونة مفتتة، انا اولادي ما بيحبوش التونة المفتتة ان هم يحطوا عليها ليمون وملح وكده ويغمزوها بعيش، فما بيحبوهاش، هما بيحبوا القطع. بس انا كان عندي تونة مفتتة، فالطريقة دي حلوة حلوة خالص بالنسبة للتونة المفتتة. انتي بتعملي بيض وبصل وفلفل وطماطم، يعني قيمة غذائية عالية، وبتستوي التونة على البوتاجاز، بيكون طعمها حلو خالص وبيكون تستها حلو خالص. وجنبيها هاجلي بطاطس وهاجلي طعمية وهقدم بصل أخضر، ووجبة غدا يعني اقتصادية وسهلة وسريعة، وفي نفس الوقت يعني ايه تأكل معاكي الأولاد وكده. وإن كنت ما وصلت معايا لحد هنا، ما تنسيش فضلا منك لو كنت أول مرة تشاهدي الفيديو بتاعي، ما تنسيش الاشتراك في القناة فضلا منك، واللايك يا بنات، ما تنسوش اللايكات لو كنتوا استفدتوا من الفيديو وحبيتوا محتوى الفيديو، اضغطوا لايك فضلا منكم وليس أمر، وتعليق كده يحفزني ويشجعني. أنا عايزة أتشجع الأيام دي، أنا طاقتي يعني مش هقدر نقول لكم الطاقة سلبية، هقول لكم بس شجعوني شجعوني بتعليقاتكم، قولوا لي الفيديوهات بتستفادوا منها ولا لا، بتعجبكم ولا لا. المحتوى القناة يعني جلبوا كده في القناة وشوفوا الفيديوهات اللي من زمان والفيديوهات الحديثة، وشوفوا كل الفيديوهات، واكتبوا لي في الكومنتات ايه رأيكم في القناة ومحتوى القناة، ايه رأيكم في اللي انا بقدمه. لو عجبكم اكتبوا له فيديو كده، تعليق كده يشجعني ويحسسني ان في ناس، في حد بيسمعني. ماشي، ما تنسوش مرة تاني الاشتراك واللايك زي ما انتوا شايفين. طبعا ايه سيبكم من الطماطمية اللي اتحروجت مني دي، يعني سيبكم منها ما تاخدوش بالكم. هنا طبعا انا الطاسة كانت صغيرة، عملت قسمت الكمية على مرتين، يعني حطيت طماطم وزيت وشوحتهم، وبعد كده حطيت نص الكمية اللي انا الخليط اللي انا عاملاه، وضفت عليه جبنة وطلعته. وبعد كده نفس الكلام، جبت طماطم بزيت وشوحتها، حتى تلاحظوا ان هناك كان في شريحتين من الطماطم محروجين، هنا مفيش يعني. بتستوي البيض بيستوي، وبعد كده بضيف عليه الجبنة واطلعه. يعني هي الأكلة حلوة خالص للتونة، يعني اللي ما بيحبش يغمز التونة المفتتة وكده يعمل الوصفة دي، ومنه مشبعة، ومنه فيها بصل فيها فلفل فيها طماطم فيها تونة فيها بيض، يعني وجبة غذائية متكاملة لأولادك. بص انا طبعا هنا قلت لهم الطاسة
بتلزج، فانا عملتها ايه، جلبتها يعني ما خليتهاش تكون جرس واحد. وهنا طبعا بضيف الجبنة وهطلعها وفي طبق كده للتقديم، وخلاص على كده. يعني أكلة سريعة بسيطة في الإنجاز. إن شاء الله ما تنسوش إن شاء الله تشتركوا في القناة. هعمل معاكم الفترة الجاية، ربنا يقدرني كده واتشجع اعمل معاكم ميزانيات، هعمل معاكم مشتريات ان شاء الله، اقدم معاكم كده سلسلة من الفيديوهات الحلوة ونرجع نتنشط. يعني أنا عدى سنة على موضوع القناة وكده، فإيه أحبطت شوية من موضوع إن الشروط والكلام ده والمشاهدات اللي وأنا ببذل مجهود جدا يعني في التصوير، ونظرا برضو للظروف الصحية والتصوير والمونتاج والكلام ده كله. فبعد كده فبحب يعني ان انا احس ان في تفاعل بيني وبين الجمهور اللي بيتفرج عليا. عملت التونة، شايفين المنظر، منظرها حلو خالص، مشبعة جدا، مشبعة، قيمة غذائية عالية، يعني سلسلة من الفيتامينات متكاملة. الطعمية، وكان عندي ليمونتين مخلل انا اللي مخللاه، والبطاطس، وتمام على كده. بعد كده هشارككم ان انا كده بعد ما انا خلصت الاكل وغسلت المواعين، وما جبتش معاكم فقرة غسيل للمواعين، دخلت كان عندي غسيل كتير قوي غسلاه ولماه عايز يتطبق، قعدت اطبق في الغسيل بتاعي، وقعدت في الارض، ان طبعا انا ما قدرتش اقف على حيلي، ولا قدرت ان انا اقعد على كرسي ورجلي تكون نازله في الارض وكده. فرحت فرشت في الارض وقعدت وايه، قعدت اطبق في الهدوم، كانت كميتها عاليه جدا. ان شاء الله باذن الله ما تنسوش يا بنات الاشتراك في القناه، وان شاء الله باذن الله انا هقدم معاكم، ان شاء الله شجعوني كده اقدم معاكم سلسله من الفيديوهات اللي هتتشجعوا بيها. يعني ادوني طاقة وادوني تشجيع، وان شاء الله تشوفوا مني احسن حاجة، هشجعكم كده وهبسطكم. بس كده انتوا زي ما انتوا شايفين قعدت في الارض، بقيت يعني ايه، عملت لكل واحد صف كده حواليا في الارض، السجاد طبعا نظيف، صف للاولاد وصف صف لكل يعني للولدين وصف للبنتين والملايات وكده. وقعدت اطبق في الغسيل كده وافرزه، والهدوم برضو اللي هتتعلق قمت علقتها وكده، يعني خلصته وانجزت كل الغسيل اللي قدامي. وخلصت الغسيل من هنا ده، ورحت لقيت السبت بتاع الغسيل مليان غسيل، حطيته يتغسل، وبعد كده نشرته و... وايه، والدايره، دايره المواعين ودايره الغسيل انا مش بتخلص. بس انا مش بزعل من دايره المواعين ولا من دايره الغسيل، لان طالما في غسيل يبقى في خير، في ربنا مخلي اولادنا، ربنا مدينا الصحه، يعني ايه، الحمد لله. طالما في مواعين برضو في رزق وفي خير، وفي ناس عايشة وفي ناس بتاكل وفي ناس بتشرب، وكل الكلام دوت. فالبيت طبعا ده يعتبر خير ما نتقدرش ابدا من موضوع الغسيل. ايوه احنا بنبل وبنتعب كستات من موضوع يعني احنا عايشين في دايرة، تطلعي من المطبخ تدخلي بعد 5 دقايق تلاقي كوبايات في الحوض، جات منين ما تعرفيش. ثبت الغسيل تخلصيه، تبصي هتلاقي فيه غسيل على الحبال، وفي غسيل عايز يتطبق، وفي غسيل في السبت، وغسيل في الغسالة. فدوامة كده مش بتخلص، هي سلسلة كده بتتكاثر وبتكتمل، ومش هينفع السلسلة دي تبطل، لان السلسلة دي طول ما هي شغالة يبقى فيه خير. وبكده انتهى الفيديو، والسلام عليكم، وما تنسونيش من اللايك.